بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء في قناتي محمود المصري للصيانة الكهربائية. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا درس جديد وهو طريقة عمل السيريا وفوائدها في اكتشاف الأعطال. زي ما انتم شايفين معايا ادي فيشة، تمام، وادي اللمبة احنا وصلناها مع بعض زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت، ومعايا اللمبة اهو زي ما انتم شايفين، تمام. هحطها في مصدر التيار بتاعي اهو، تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت، هاخد طرف من النص قطعتها كده اهو تاني زي ما انتم شايفين، تمام كده اهوت. اخد كده، تمام، هنقشر الاطراف بتاعتنا، تمام اهو. طيب دلوقتي انا هجرب على ايه؟ انا هجرب عندي على مفتاح المروحة زي ما انتم شايفين بالشكل دهوت، تمام. انا بس ايه، هشبط الاطراف بتاعتي اهي، انا هشبط الاطراف بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. انا عاوز اوريكم زي ما انتم شايفين دلوقتي انا وصلت الاطراف بتاعتي اهم على مصدر الكهرباء، تمام، بحيث ان انا اوريكم، تمام. عاوز اشوف المفتاح دوت ان هو سليم ولا لا. انا عندي المفتاح دلوقتي كده على وضع الاوف، طبعا مش هيبقى فيه اي حاجه. بصوا كده على واحد، بصوا هتلاحظوا في الفرق في اللمبه بتاعتي، 2 3 4 5. شفتوا الفرق؟ تمام، زي ما انتوا شايفين اهو. لو انا جيت عملت كده، ده كده الاوف، تمام. ملاحظين اول درجة والشكل بتاع المصباح عندي عامل ازاي؟ هنا السيريا دي بتوضح لي ان الشيء ده سليم ولا تالف، زي ما انتوا شايفين كده اهوت، تمام. وبكده نكون نهينا حلقتنا، وان شاء الله يا ريت تكون عجبتكم الحلقة وطريقة عمل السيريا مبسطة بكل سهولة لكل اخواتي الفنيين المبتدئين. أول مرة تشوفنا في القناة يا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات أخوكم محمود المصري.